المغرب. اللوبي الرسمي لجيراننا المغربيين المملكة المغربية، مذكرا المغرب بأن في المغرب أعلن المغرب المملكة المغربية المغرب للمملكة المغربية المغرب شعبي المغرب المغربية في الرباط المغرب الآن يسعى نظام المخزن المغربية لازم نحكي علينا في المروك وتونس وبإعاز من المغرب. شوف المغرب الأداء السياسي الموجود وضعيتها عادية. المغرب عادية. كي نشوفوا باغ اكزومبل في المغرب Prenez le Maroc, voyez la courbe du dirham. المغربية المغرب المغرب أن المغرب أنا مملكة المغرب المغرب وعندما أرى المغرب أرسل وفودا المملكة المغربية مغربية. الدرهم المغربي المغربية باش تشري 30 درهم مغربي. قوات الأمن المغربية دائما إلى المغرب. فماذا تريد المملكة المغربية؟ المغرب عنده أكثر منكم. المغربي المغربية في المملكة المغربية مثلا لكن نشوف أن المغرب مغربي على المغرب ملك المغرب محمد السادس مغربية في المغرب والبداية بالمغرب. المغرب أو تنصيب المغرب. المغرب المراكش المغربية المغربية الراحلة الحصلت ميناء دولي على غرار ميناء طنجة نبنيوه أكثر من تاع طنجة. أنت على بالك أن النقل الجوي في إفريقيا المونوبول حكموا روايلا الماروك، ولكن كي تقارن تقول فيه بلدان اخرى عندهم مثلا ميناء طنجة اللي هو الاول افريقيا. كي نديروا الميناء تاعنا نتكلموا بعد وقتاش نوصلوا نديروا ميناء كما ميناء طنجة. راح الميناء اللي راح نديروه علاش هو احسن منا يعني الجزائر الوسط. نشوفوا في يعني في لي سوبرات يجيبوا لنا البيض من اسبانيا، الثوم من الصين، البرتقال يعني يا عجبا يا ربي بلاد لي زاغروم نجيبوا البرتقال يعني من اسبانيا ومن المغرب. هذا عيب يعني. لكي لا تصدم احنا السعوديه اعلنت عن الحرب على الجزائر، تمنع كل استثمارات خارجيه في الجزائر. السعوديه استثماراتها كلها في المغرب، هي من تصلح المغرب والناس كان على بالها بها. من ناحية الفلاحة الجزائر سي لي شيفر تاع لونيو، الجزائر خير من المغرب. منا ل 2020 الجزائر شوف 20% دي زالجيريان ترافاي دون لاغريكولتور، 20% تاع الجزائريين يخدموا في الفلاحه، 40% تاع المراكش يخدموا في الفلاحه، والانتاج الفلاحي في الجزائر اكبر من تاع المروك. لازم تشوفوا لي الشيفر جدد، معليش مره اخرى بالك شوفوا لي الشيفر جدد. ونزيد لك حاجه واحده اخرى، 2020 الجزائر راح تزيد 1 مليون ديكتار مسقيه. الشيء اللي المروك ما يقدرش. اللعيبه وفينا احنا راك قلت لي ذكرت لي المثل تاع المغرب وتونس. على بالك تونس يدير قريب مليار دولار تصدير غير في ماده زيت الزيتون. اليوم المغاربة اللي راهم يصدروا كثير الأدوية في إفريقيا 240 يوم. يعني الحاجة الأولى يقول لك الديستريبيتور أنا ما نعرفش الدواء تاعك، سي لا بروميير فوا ما على باليش ولا يمشي ولا ما يمشيش. نعطي لك اعطيني 240 مليون 240 يوم، وراهو المغربي راه يمد لي 240 يوم، والتونسي يمد لي 240. التوانسه ما راهمش متواجدين كثير في افريقيا. أنا نقول أنه لماذا مثلا ناخذ مثال، لماذا مجال الإسمنت المغرب يصدر لكل إفريقيا والجزائر تستورد الإسمنت؟ هذا الإسمنت منتوج استراتيجي وما لازمش يدخل في القطاع الخاص. انا نعطيك القراءه الاخرى. في نفس اليوم كان امضاء في المغرب في مشروع ضخم تاع ليكو سيستيم رونو رأسه العاهل المغربي. واش يقول هذا المشروع هذا؟ يقول بأن مشروع استقام مليار دولار مليار اورو. واش يقول؟ صناعة المحركات، ويسمح لي الدفع صناعة السيارات في المغرب. الأهداف نتاعو 2 مليار دولار تصدير سنويا، و10 ملايير دولار تصدير من لآفاق 2020، وتقريبا 50,000 160,000 عامل من الخمس سنوات. نزيد لك بفضل هذا المشروع المغرب دخل في الكلوب تاع الكلوب تري ريستران تاع لي 13 فابريكون تاع المحركات في العالم. اللي عندنا ربما كنا نصدر 25 إلى 30 مليار دولار من المنتوجات والخدمات. شوفوا بلد كالمغرب الآن يصدر تقريبا 20 مليار دولار، بالطبع خارج المحروقات لأنهم ما يصدروش المحروقات.
الأمور المنتجة للثروة المنتجة للمعلومات. أما أن تبني مسجد بالمبالغ التي خصصت له أكثر من مليار دولار، نعم، يعني شيء مبالغ فيه. الأستاذ أبو إبراهيم. والله العظيم لي ميزون دو ديو سون توجور لي بيانفوني بالنسبة لي. أنا نشوف في هذا المسجد سي ان بو اون كونكورونس مع المروك، لان لو روا دو ماروك الى في اون موسكي اون بورجور دو لاتلانتيك. بون احنا معليش نديروها طل على البحر، معليش طل على البحر، ولكن انا ما نعرضش الفكره حتى ولو نفضل بكل صراحه الدراهم هادو. ولكن ما اراد ان يقول ربما استاذ ابو إبراهيم نحن في حتى بهذا المفهوم سيد صافي ربما يقول لك البعض انه أهم المشاريع الفرنسية ذهبت إلى الجارة الغربية إلى المغرب. نحن اليوم يتحدث لنا عن مصنع للمايونيز، بهذا العلاقة الندية يعني الدول موجود. إذا كان يريد أن يقارن الجزائر بدول منهارة مثل فنزويلا ودول أخرى فهذه المقارنة صحيحة. أما إذا كان يريد أن يقارن الجزائر بدول خرجت من وأصبحت دول نامية وليس لها بترول، ليس لها بترول إطلاقا، ليس لها بترول إطلاقا. عندما يتكلم عن اقتصاد، الشروط الموضوعية البسيطة في الجزائر لوجود اقتصاد منتج غير موجودة. بالشقيقة المغرب التي ليس لها بترول ولم يكن لها بحبوحة. علاش دولتنا راهي متخلفة؟ ما فهمتش يا اخويا، فهمونا. اذا ولادكم كاع قاريين علاش دولتنا متخلفه ولي مال جيري ولي مال غوفرني ومازلنا نجيبوا المايونيز ونجيبوا في الحسيله ونجيبوا كسكسوح نجيبوه من المروك والخبز جبناه من الامارات. تراجع لأن نزول أسعار البترول دفعته إلى أنه لن يستطيع أن يدفع أموال طائلة ويسترجع منها يعني مبلغ ضئيل. لهذا سمع في العالم وعند جيراننا المغرب أنهم ذهبوا نحو الطاقة، تكلم عن الطاقة الشمسية ولأنه لن يستطيع، لأننا اليوم في الجزائر هو لا يستطيع تسيير، الحكومة الحالية لا تستطيع توفير البطاطا والحليب طول السنة. هناك يعني ما هو مستقبل المغرب الكبير الآن في نظرك هشام؟ المغرب الكبير في نظري يبنى من خلال الشعوب والحجرة العائقة اللي راهي تعيق بنفس هي الجزائر. الجزائر عندها عقدة من المملكة المغربية. تشوفوا على لي تونيزيا خير منا، لي ماروكان خير منا. صح. أنا بور موا أوني لي ميور. صح. كاين بزاف اللي راحوا للدولة لقب عالمي هم جزائريين. L'Andalus, c'est les trois pays, ce n'est pas seulement le Maroc. Mais bon, Huma, ils ont su médiatiser. Ils ont su احنا يعني الجزائر شوف يعني كبار برامج الطبخ العالمية كيحبوا يديروا على الطبخ في افريقيا يعني مباشرة يتوجهوا بس كاين المروك اللي باينه المروك المأكولات تاعها تجلب السياح يعني السياحة تاعها عندها دور سياحي كبير. يعطيك الصحة. حنا يجونا دي زيترونجي ما سيبوش نحن نديوهم باش ياكلوا ان فري كوسكوس. Oui, non. Et ça fait mal un petit peu, ça fait mal au cœur. نبقى دائما مع السياحة في الجزائر ومشروع ينتظر القيام به، فرغم الأغلفة المالية الكبيرة التي خصصتها الحكومة لتطوير الهياكل السياحية تبقى بعيدة كل البعد عما يبحث عنه السائح، خاصة والمنافسة التي تلقاها مع دول الجوار. أحمد بوطاف يفصل. الأرقام واضحة، يعني واش يحوس يطلع الماء مع العقبة ولا يغطي السمش بالغربال. الانتاج الصناعي اقل من 5% من الانتاج الوطني الخام. الصادرات كلها من المحروقات. الاستيرادات فوق 60 مليار سنويا. القمح المغرب ينتج 10 ملايين طن وحنا نستوردوا 7 ملايين ونص طن. يعني وين انا رايحين؟ كل شيء واضح. تحس انه ما كانش استراتيجيه بالرغم من انه عددنا هو الاكبر هناك في فرنسا، ازيد من 5 مليون جزائري، ولكن ما عندناش استراتيجيه، ما عندناش. هناك اللوبي المغربي يسيطر على الوضع. صح حتى المساجد يقومون بشراء المساجد حوالي 40% من المساجد الجزائرية كانت ملك للجزائريين من قبل. الان المصليات المساجد يقومون بشرائها بأوامر وبإمكانيات من الملك ومن المملكة المغربية. هذا أكيد. يعني تكلم منذ قليل على قضية نقل الجثامين. هل يعقل في 2015 الجزائر ما عندهاش بنك جزائري في فرنسا؟ يعني الإنسان اللي ما يعرفش الجالية ويسمع أنه الجزائريين أكثر جالية في فرنسا يقول لك من المستحيلات السبع أنه الجزائر ما عندهاش بنك. الآن الجزائريين تاعنا وهذه لازم يعرفوها، يعني حتى المسؤولين تاعنا، الراتب الشهري تاعو يلوحوا
في بنوك مغربية وتونسية. المغرب عنده 3 بنوك: القرض الشعبي المغربي، التجاري بنك، الوفا بنك، المغرب ليكيبي. يا هل ترى يعني احنا ماناش مادام فيه بنوك فرنسيه في الجزائر، سوسيتي جينيرال بي ان بي العادي وكذلك احتراماتنا كل المهن، بطبيعة الحال، للحلاقه، للنظافه، كل عمل شريف. ولكن خليني نذكرك فقط ونذكر الزميلات، لانه لو هذا اسمح لي استاذ العربي، لو هذا ما حدث مع هذا القانون في دوله اخرى في المغرب او تونس ستقوم الدنيا ولن يقعدوها النساء. بالطبع احنا المجتمع مغيب، كل شيء يجوز بدون نقاش. تونس والمغرب المجتمع حاضر في صناعه القرارات السياسيه. حقيقه مليحه. علاش؟ هما راحوا كاين مخابر دوليه يبيعوا الدواء في الجزائر بثمن غالي بارابور لتونس والمروك، وحنا نعرفوا بك السوق تاع تونس والمروك ما يريبريزونت ريان دي تو بارابور للمارشي الجيريان. ولكن هما داروا كاع لي لابوراتوار في قفص واحد، حتى اللي يبيع الادويه ب 1 يورو قالوا له زنقص. L'Algérie semble être en deçà des seuils les plus catastrophiques. J'en veux pour exemple, je vais vous donner un exemple. Le taux de pénétration de l'Internet, par exemple, en Algérie est inférieur à 25%. Et encore, il a été augmenté de près de 200% ces 2 dernières années. Et avec une très faible connectivité. Et là, ils mettent le paquet pour qu'il y ait une très faible connectivité. C'est fait exprès. Alors que celui de notre voisin tunisien dépasse les 40%, le taux de pénétration. Et celui du Maroc, celui de 56%, avec une très bonne connectivité. Comment pourriez-vous nous expliquer cet état de choses en matière d'information, circulation de l'information, de contrôle de l'information et d'accès à la communication?